كيم فيليبي، بريطاني برتبة جاسوس سوفيتي. ولد هارولد أدريان راسل كيم فيليبي في الأول من يناير عام 1912 في الهند البريطانية، حيث كان والده يعمل كمسؤول استعماري. تلقى تعليمه في بريطانيا، حيث درس في جامعة كامبريدج. وخلال فترة دراسته تأثر بالأفكار الشيوعية وأصبح ناشطاً سياسياً. في أواخر الثلاثينيات تم تجنيد فيليبي من قبل الاتحاد السوفيتي ليعمل كجاسوس. كان أعضاء من الحزب الشيوعي في جامعة كامبريدج هم من أدخلوه إلى هذه الشبكة. بدأ فيليبي في تقديم المعلومات للسوفييت والعمل بشكل سري للغاية. بعد انضمامه إلى جهاز المخابرات البريطاني MI6 خلال الحرب العالمية الثانية، أصبح فيليبي واحداً من أكثر العملاء نفوذاً وأهمية للسوفييت. استخدم منصبه في MI6 لتسريب معلومات سرية حساسة للاتحاد السوفيتي، مما أدى إلى كشف العديد من العمليات الاستخباراتية الغربية وتدميرها. من بين أهم المعلومات التي قدمها تسريب خطط العمليات البريطانية والأمريكية. كشف فيليبي عن خطط عمليات الاستخبارات البريطانية والأمريكية في أوروبا الشرقية، مما أدى إلى إحباط العديد من هذه العمليات واعتقال أو قتل العملاء الغربيين. كشف هوية العملاء البريطانيين والأمريكيين. قدم فيليبي قائمة بأسماء العملاء البريطانيين والأمريكيين العاملين في أوروبا، مما أدى إلى تصفية شبكات التجسس الغربية في المنطقة. تسريب معلومات حول عمليات مكافحة التجسس. نقل فيليبي معلومات حيوية حول عمليات مكافحة التجسس التي تقوم بها MI6 و CIA، مما ساعد السوفييت في تجنب الوقوع في فخاخ هذه العمليات. معلومات عن نشاطات المقاومة في أوروبا الشرقية. قدم فيليبي للسوفييت معلومات عن دعم الغرب لحركات المقاومة ضد الأنظمة الشيوعية في أوروبا الشرقية، مما ساعد السوفييت في قمع هذه الحركات. رغم نجاحه الكبير في خداع زملائه في MI6، بدأت الشكوك تحوم حول فيليبي في أوائل الخمسينيات. في عام 1963، وبعد سلسلة من التحقيقات والاعترافات من جواسيس آخرين، تم الكشف عن أن فيليبي كان جزءاً من شبكة جواسيس كامبريدج التي تعمل لصالح الاتحاد السوفيتي. في عام 1963 تمكن فيليبي من الهروب إلى موسكو بمساعدة السوفييت، حيث عاش بقية حياته تحت حماية الاتحاد السوفيتي. توفي كيم فيليبي في 11 مايو 1988 في موسكو، بعد أن عاش حياة مزدوجة كواحد من أشهر الجواسيس في التاريخ. كانت حياة كيم فيليبي مليئة بالأسرار والخداع، وأثرت بشكل كبير على تاريخ الاستخبارات في القرن العشرين. تظل قصته درساً في التعقيدات الأخلاقية والسياسية التي تحيط بعالم التجسس.